اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة مقبولة لديك مرضية لديهما، وأشفنا اللهم من كل داء، وأغننا اللهم بها عن كل دواء، وأحصنا اللهم بها من كل بلاء، صلاة تفتح بها أبواب الخير والرزق والرحمة، وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه والتابعين بحق قدره ومقداره العظيم. صباح الخير أو مساء الخير عليكم حبايبي المتابعين الأمارات الحلوين. أنا بشكركم جدا 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 على كل التعليقات الإيجابية الحلوة اللي انتوا بتعلقوها، وشكرا على بعض الناس الجميلة اللي بتعلق واخدة بالها كويس قوي من الحلقات، متابعة واخدة بالها كويس جدا، وعارفة ان شخصية فتحية شالت الرحم لما كانت بتولد آخر مرة. ما أنا كل حبة كده بحاول أشوفكم انتم صحصحين ولا لا. أيوة، هو مش كل المتابعين واخدين بالهم، في بيخش على الفيديو ويطلع، في بيشوف حبة ويمشي، في ناس اللي هي بتعلق واخدة بالها، هم دول اللي بيتابعوا متابعين المسلسل حلقة بحلقة من أولها لآخرها، عارفين كل صغيرة وكبيرة بتحصل في الحلقة. دي حاجة جميلة جدا منكم وتشجيع كمان منكم، عارفين يعني ايه لما تاخدوا بالكم من الحلقة وتسمعوها وتاخدوا بالكم من كل حاجة صغيرة كبيرة بتحصل في الحلقة وبتعلقوا. لا يا فتحية انت شلت الرحم في الحلقة. ايوه انتوا يعني بيخلوني ابقى سعيدة ومبسوطة جدا، وبحس ان انا عايزة انزل كل يوم حلقة ليكم عشان انتوا بتشجعوني. يعني اللي انتوا بتعملوه ده، تاخدوا بالكم من الحلقات ومن القصة ذات نفسها وبتتابعوا الحلقة كلها. هو مش كل المتابعين طبعا بيتابعوا الحلقة كلها، بس هو في حبة كده حلوين، هم طبعا انا القناة هتكبر بيهم ان شاء الله، هم اللي بيشجعوني. حبايبي انا بحبكم جدا وربنا يبارك فيكم، لانكم انتوا عايزين القناة تكبر طبعا، لان انتوا عارفين ان ده شغلي وكل واحد بيعتمد على شغله، وانا نفسي شغلي يكبر وانا بقدم حاجات كويسة ونصائح. انا مش بقدم محتوى وخلاص علشان خاطر اجيب مشتركين وقناتي تكبر، لا، انا بقدم محتوى فيه نصائح تفيد ولادنا وتفيد ابهاتنا وامهاتنا وجيراننا وولادنا. انا بعمل حاجه على قد ما انا بحاول ان انا انزل لكم حلقه ببقى عايزاها تبقى حلقه مفيده لكل اللي هيسمعها، وتبقى موعظه برضه عايزه لكل الناس، احنا بنستفيد منها. عارفين انا لما بسجل الحلقات بقعد اسمعها انا كمان زيكم، قد ايه انا متابعه المسلسل. يعني انا يعني احنا اهو بنسجل الحلقات، انا اما تسجلي حاجه ولما تقعدوا تسمعوا الحلقه حاجه تانية خالص. انا بقعد كده وانا رايقه ومخلصه كل حاجه بشغل الحلقه، وانا بستمتع، وانا كمان حاساها قصه وبستفيد منها. شوف، رغم ان احنا اللي كاتبين القصه واحنا اصحاب القصه يعتبر، ودي حياه واقعيه وحياتنا وحياه حوالينا والناس وكده، لكن انا بنبسط جدا لما الحلقه بتنزل وبقعد اسمعها زيكم، وبعمل بيها بحاجات كتير برضو. فانا اتمنى ان كل ولادنا واخواتنا واهالينا وجيراننا وكل الناس يستفيدوا من كل حلقه احنا بننزلوها، عشان حاجه تقعد في ميزان حسناتنا ان شاء الله يا رب يا حبايبي. انا بطلب من متابعيني يدعوا لكل متابعيني المرضى، ربنا يشفيهم. ربنا يشفيك يا انوار يا رب، ويشفي كمان، هي ما كتبتش اسمها بس اسم القناه صدام الكوبيسي باين تقريبا. بكتبي اسمك يا حبيبتي عشان برضو الدعوه تبقى ايه تجوز يعني. حبايبي الحلوين، وانا بحبكم كلكم والله. معانا نبهات من الجزائر، اهلا بيكي يا روحي، وانا بحبك جدا والله، وشكرا جدا على كل تعليقاتك الحلوه. معانا ام ابراهيم الجميله، انا بحبها برضو، تسلمي لي يا ام ابراهيم على كل تعليق بتكتبيه. ومعانا ملك اسيوط، اهلا باهل اسيوط كلهم، واهلا بيكي يا ملوكه يا عسل. ومعانا سوسو الاقصر، اهلا بيكي يا حبيبتي في قناتنا المتواضعه. معانا ام عبد الله خالد من المعتمديه، حبيبتي انا بحبك جدا واهلا بيكي يا روحي. معانا نوره من الاسكندريه، اهلا باهل الاسكندريه كلهم واهلا بيكي يا نوره. معانا داليا من المنيا، اهلا بيكي يا داليا يا جميله. انا بذكر اسمك وانت بتقولي اللي انا ما بذكرش اسمك. لا والله، انا يعني حاولوا تسمعوا، يعني ايه اللي عايز يسمع اسمي يبقى يسمع الحلقه كلها، ما اكيد لما تسمعي الحلقه او تسمعي الجزء اللي انت فيه الاسماء هتسمعوا. حبايبي الحلوين، معانا نجلاء من المنصوره، ام عمر المغرب، مامة رودي الجميله انا بحبك. ومعانا ام رودي من بغداد، ام جنات من المغرب، ام اسلام وصباح الجميله الحلوه طبعا، صباح الفل على عيونك يا قمر. معانا نوره من الغردقه، ربنا يشفيكي يا نوره يا رب. ومعانا نوره من المنصوره، ومعانا نوره من اسكندريه، ربنا يبارك فيكم كلكم وربنا يجعل ايامكم كلها نور وسعاده. ومعانا ام محمد، ومعانا ام سيد سوهاج، ومعانا ام دقدق الوراق، ومعانا اختنا بدور الجميله، ومعانا ام فرح من المنصوره، ام سيد، ربنا يشفيكم جميعا يا رب. وحبايبي معانا ام طه من المغرب، ام محمد من جيزان، ام سيد سوهاج، معانا ام جنات المغرب،
ام عمر المغرب، جمانه وروماني طبعا دول حبايبنا، ومعانا مهره وبدور حبايبي الحلوين. انا يعني في حلقات بطول في المقدمه وفي حلقات بختصر عشان تتمتعوا بالحلقه. ومعانا فرح الجميله، ومعانا كارما، معانا فاطمه من لبنان، ومعانا فرح وكارما، معانا تمارا، معانا راجية الجميلة حبيبتي، شكرا جدا يا راجية على كل تعليق يا حبيبتي بتكتبيه. ومعانا ناهل الجميلة الحلوة من السعودية ومقيمة في الرياض. طبعا يا ناهل انت جميلة وانا بحبك واهلا بيكي، واهل السعودية كلهم واهل الرياض انا بحبكم جدا يا روحي. وشكرا على كل حد في السعودية قالوا لي لما تيجي السعودية احنا عازمينك عندنا، لازم تيجي عندنا. اكيد طبعا لما ربنا يكتبها لي واروح السعودية اكيد هزوركم كلكم، كل اللي في السعودية وبيبعتوا لي وبيكلموني. اكيد لما اجي رايحه عمره ان شاء الله ربنا يكتبها لي ويكتبها لكل المتابعين السامعين والحاضرين والغائبين، اكيد هروح لكم زياره. طبعا انتوا اخواتي وحبايبي وفي الله ان شاء الله، حبايبي الحلوين. ومعانا وداد عراقيه وعايشه في المانيا، حبايبي الحلوين. ومعانا ام طه عايشه في المغرب، ومعانا ليلى من فرنسا. طبعا انا بحبكم كلكم يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب. ومعانا امل يمنيه من اليمن وعايشه في السعوديه، ربنا يكرمك ان شاء الله ويديك الذريه الصالحه يا حبيبتي. معانا ام محمود، انا بذكر اسمك يا ام محمود عشان ما تكونيش زعلانه حبيبتي. ومعانا ام ابراهيم من قنا، ومعانا ام طه، معانا امل من اليمن وعايشه في السعوديه، معانا صاصه الجميله من دمياط الجديده. اهو بذكر اساميكم كتير اهو، بعيدها كمان اهو عشان ما تزعلوش يا حبايبي. انا بحب كل الناس، واللي عايزني اقول اسمه اسم ولاده اسم عيد ميلاد، نبارك لحد في افراحه، نبارك لحد في عيد ميلاد، ايا كان اي حاجه اكتبهم وانا معاك. واللي عنده قصه وعايز يحكيها، اللي عنده حاجه وعايزني اقولها، اللي عندها قصه يعني في حياتها وعايزاني اعملها لها حلقه، على عيني طبعا اعملها لها. اي حاجه تفيدنا وتفيد المجتمع ويفيد اخواتنا برضو، ربنا يصلح الحال. وحلقه سعيده ليكم ان شاء الله حبيبتي، حبايبي كلكم، يوم سعيد عليكم. ربنا يشفي كل مرضانا اللهم امين، وربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين اللهم امين. بصوا بقى يا حبايبي، انا النهارده جمعتكم تتجمعوا كده عند النبي، انت يا هانم، انت والست سعاد ومرات عباس الجميله الحلوه. طبعا اولا كده صلوا على اللي هيشفع فيكم يوم القيامه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. انتم دلوقتي بالذات سعاد وهان، ها، لما امك رباتك وكبرتك وصرفت وجوزت، والام دي ما بتتعوضش. ينفع تبقي انت متجوزه انت وهي وعندك راجل وتيجي تقفي لامك علشان خاطر ميراث؟ نفترض ان ده حقك في ابوكي وحقك شرعا، لكن ما فكرتوش انتوا سايبين امكم لوحديها من غير ما حد يراعيها ولا حد بيسال عليها وعايشه وحيده. حتى اخوكم رمضان ولا عباس اللي مراته اهي موجود وقاعده اهي في القعده، يعني مرات اخوكوا دي ما بتروحش تخدم حماتها؟ المفروض هي اول واحده تخدم حماتها. امال ايه؟ مسيرك يا مرات الابن تبقى حما، وانت وهي هتاخدي بكلامي وبنصيحتي كان بيها، مش هتاخدوا اعتبروني عدوتكم كان بيها برضه. انا بحق العشره والعيش والملح اللي كانت بينا اتجمعنا سوا. لو انتوا باقيين على العشره وعارفين اللي احنا كنا عيش وملح مع بعض، وان ولادكم اللي هم ولاد رمضان انا اللي بربيهم وفي خيط بينا لسه ما اتقطعش هتعملوا بيها. لو كل واحده لها حق، فكرتوا ان انت لما تاخدي حقك ده ما انت مش هتاخديه ليك؟ ما هو جوزك اللي هياخده هيعمل المشروع، ويعالم المشروع يفشل ولا ينجح، احنا مش ملناش دعوه بقى يفشل ينجح، المهم اللي جوزك هو اللي هياخده. وده مش ماله، ده مالك انت ومال ولادك. نفترض جوزك حلو وكويس وزي الفل، وانت خدت الفلوس دي وهو خدها وعمل مشروع والمشروع فشل، او المشروع نجح وجي جوزك ده اتجوز عليكي ولا طلقك ورماكي، فلوسك راحت فين؟ فلوسك راحت فين انت وهي؟ انت لو هتاخدي الفلوس دي تعملي بيها مشروع ليكي انت وتشتغلي فيه، برضه هيبقى في مشاكل بينك وبين جوزك علشان انت خدتيهم وعملتي انت وما ساعدتهوش. ونفترض خدتيهم والمشروع نجح، ولا جوزك عمل لك مشروع ونجح، ولا انت عملتيه ونجح. نفترض لما تشتاقي وتحسي ان انت مشتاقه كده تروحي بيت ابوكي ولا تروحي بلدك ولا تروحي تزوري امك، هتروحي تباتي فين؟ باي عين هتروحي وانت مالكيش حق؟ لا ليكي ارض ولا ليكي بيت ولا ليكي مكان تروحي. اوعوا تكونوا فاكرين ان احنا لما نبيع بيوت اهالينا واراضي اهالينا اي حاجه باقيه من ريحه اهالينا، اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا مش هتشتاقوا انكم تروحوا هناك. ويوم ما تشتاقوا
وتروحوا مش هتلاقوا حد. البيت ده اللي اتولد يعني اللي انت اتولدت فيه انت وهي، واللي فيه ابوك وامك، ريحتهم ضحكتهم على الحيطان. الحيطان شبعانه من الضحك. اول ما تخش البيت تحس براحه نفسيه، كأن الحيطان بتضحك لك. فرحه، سعاده، راحه بال، راحه بال، راحه بال. راحه البال دي مش اي حد يحسها يا ولاد. ماشي يا فتحية، احنا ما قلناش حاجة، بس برضو احنا محتاجين مساعدة. الحياة صعبة زي ما انت شايفة، وانا محتاجة فلوس لتربية ولادي والعيش عشان انا كمان اعيش. الحياه صعبه على الكل، على كل الناس. وبعدين هو انت كنت بتتجوزي عشان تصرفي على عيالك ولا على جوزك؟ ما انت معاكي راجل بسم الله ما شاء الله عنده كل حاجه. هو ملزم بعياله وملزم بيكي انت كمان. انت مش ملزمه. وبعدين تعالي هنا، اللي انا اعرفه اللي امك بتبعت لك كل شهر مبلغ، وكل محصول بتبعت لك خزينك اللي يكفيكي من السنه للسنه. يعني امك بتساهم في البيت يعتبر باكتر من نص المصاريف والعيش. لما تبعت لك رزك ودقيقك، وتبعت لك فراخ وبط، وتبعت لك البيض، وتبعت لك من خيرات الارض اللي يكفيكي كل شهر. انت عايزه ايه تاني؟ هي كانت بتجوزك عشان تصرف عليكي؟ هو انت دلوقتي لو الارض اتباعت والبيت اتباع وكله، امك هتربي فراخ وبط وتبعت لك ازاي، وتذبح لك كل شهر وتبعت لك متنضف جاهز؟ ها؟ لو الارض دي اتباعت هيجي لك الرز اللي يكفيكي طول السنه، ولا الدقيق، ولا اي محصول، ولا اي حاجه في الارض هتشتريه من بره بكام؟ لكن حاجه طالعه من ارضك زي الفل. هي امك بتاخد محصول الارض لنفسها؟ دي بتقسموا عليكم كلكم. وانا على يدي انا اللي كنت بقسم وابعت لكم، والبط يتقسم عليكم كلكم. امكم تقعد تربيه قد ايه عشان خاطر تنظف وتذبح وتبعت لكم للكل. بتبعت لعباس وتبعت لهانم وتبعت لسعاد، ورمضان كان بيبقى حقه في البيت. عايزه ايه تاني؟ ها؟ بتساعد امك ولا ما بتساعدش؟ بتساعدك في تربيه ولادك ومصاريفكم وحياتكم ولا لا؟ ايه لما تيجي تقفي كده على مبلغ وقدره، بلاش ذكر المبلغ، امك بتبعتهولك. يما انا عايزه 50، عايزه 100، عايزه ايا كان المبلغ، امك تديهولك من المحصول او تبيع حاجه من المحاصيل وتبعتلك انت ولا اختك. انت نسيتي اللي ربنا وقف معاكي، وعمر هو وداكي وكشف عليكي وساعدك ليه؟ اهو ربنا بيكرم اهو. ليه نضيع ذكرياتنا اللي عمرها ما هتتعوض؟ فكري يا هاني، فكرت في امك ووجعها؟ فكرت في امك اللي وجعه وعيانه من يوميها ومصدومه في ولادها؟ امك مصدومه، ده كانت هتتجوز شعبان، ولما شعبان هيتجوز اهوت الست هانم لوزه، امك ما زعلتش. هي زعلانه ومقهوره علشان ولادها ضناها اللي حته منه هم اللي كسروها ووجعوها وذلوها وبهدلوها. ليه كده يا ولاد؟ ليه بتعملوا كده؟ حرام عليكم. وانت يا سعاد، وانت يا دلوعه امك، يا اخي العنجود ومتدلعه، مين اللي كان بيعمل معاكي كل اللي انت محتاجاه؟ ها؟ الشركه اللي فيها جوزك دي مين اللي فتحها لك؟ مش امك؟ مش امك اللي ادتك الفلوس من ورا ابوك عشان جوزك يفتح الشركه دي؟ باعت من ذهبها وخلته يفتح الشركه لحد دلوقتي اخواتك ما يعرفوش، وابوك الله يرحمه مات وما يعرفش اللي امك اللي ساعدتك في الشركه دي عشان جوزك يشتغل، اللي ما كانش لاقي مكان يشتغل فيه، عايشين من خيرها. ايه بتنكروا الجميل؟ بتنكروا الجميل يا ولاد؟ دي الام دي ما تتعوضش، الام ما تتعوضش ولا بكنوز الدنيا. ممكن يبقى عندك فلوس الدنيا كلها وما عندكش راحه البال، ولا تعرفي تحطي راسك على المخده ولا تنامي. الفلوس دي ساعات ربنا تبقى علينا جايه داخله علينا كده نقمه مش نعمه. الفلوس دي كوسيله بس. هو الواحد لما بيموت بياخد املاكه معاه؟ بياخد الذهب وبياخد الثروات وبياخد البيوت والقصور والاراضي والمال وعربيات، بتاخدوا كل ده معانا؟ يا بنت الدنيا فانيه، كلنا مروحين، بيوتنا مش في الدنيا، بيوتنا في الاخره. راضي امك، رضوها، اكسبوا رضاها، هتعيشي طول حياتك مرتاح، هتعيشي طول حياتك مرتاحه. يكفي كده لما تسحبي ولادك في العيد ولا في شم النسيم ولا في رمضان اي مناسبه، وتروحي تخشي البيت على امك كده تلاقيها مذبحه وموضبه ومستنيه بيت العيله. بيت العيله ده يا اولاد، بيت العيله ده بيت الراحه، بيت الراحه، ده راحه نفسيه. البيت ده هو الراحه النفسيه. تروحي تتلموا كده كلكم اخواتك، تلاقي اخواتك كلهم جايين وعيال اخواتك واللمه والدنيا، ده دي راحه البال يا ولاد، بكنوز العالم كله. ازاي ما فكرتوش؟ انتوا مش ناقصكم حاجه. الكلام ده لو انتوا مش لاقيين تاكلوا وقاعدين في الشارع
ساعتها نقول ليهم حق، ازاي يبقى ليهم ورث ومرميين. لكن انتوا مستورين. وبعدين حتى لو هو الحاجات دي انتوا ليكوا ورث، ما بعد عمر طويل الورث ده هيبقى بتاع ولادكم. هينفع يعني؟ مش هيفضل كده متخزن. هينفع ولا انا كلامي غلط؟ لو كلامي غلط اتكلمي. رد عليا يا سعاد، الفلوس ولا راحة البال؟ ردي، الفلوس ولا رضا امك؟ الفلوس ولا رضا ربنا علينا؟ قولي. عندك حاجة يا فتحية، رضا ربنا طبعا اهم حاجة، ورضا امي وراحة البال بكنوز الدنيا كلها. كلامك ده حكم يا فتحية. قد ايه انا كنت في غيبوبة وما كنتش واعية للكلام اللي انا بقوله، ووقفتي لامي اللي انا وقفتها لها. انا مش عارفة هي يا عيني عاملة ايه دلوقتي. انا لازم اروح لها واخد بخاطرها وراضيها. وانا كل اسبوع او اسبوعين على حسب ما اكون فاضيه على قد ما اقدر لازم اروح ابص عليها واطل عليها واكل معاها واقعد معاها اقضي معاها اليوم. طبعا دي امي، ازاي كان الموضوع ده كده؟ الفلوس كانت ملهياني الحياه. عندك حاجه يا فتحيه، ربنا يصلح حالك يا رب ويقعدهولك في ولادك كل اللي انت بتعمليه معانا. ايه يا هان، مش مقتنعه بكلامي؟ كلامي غلط؟ انا ماليش مصلحه في الموضوع ده كله. كل مصلحتي هي حاجه واحده، الحاجه وداد. واولا رضا ربنا، وبعد كده الحاجه وداد صعبان علي. ازاي ولادها والبنات؟ طب الصبيان ونقول هين قلبهم بيبقى قاسي شوي، ولو ان في صبيان بيبقوا زي العسل وبيحبوا امهم اكتر من كل حاجه في الدنيا. انت بته حته منه، المفروض انت اللي تكوني خايفه على امك، ما تستنيش نصائح حد. الله، هو انا هستنى حد يجي ينصحني ولا يخليني اعطف على امي؟ انا مستنيه حد يجي يكلمني على امي ولا اهلي؟ مستنيه حد يجي يقول لي خد بالك من امك، خد بالك من امك، ود امك، روح اسال عليها؟ احنا مش مستنيين، لا، قلوبنا هي دليلنا. انا مقهوره وموجوعه من جواي. انا ولما حد من ولادي بيزعج لي ولا بيرد عليا بزعل. ازاي ده انا بجيب لك كل حاجه وبترد عليا الرد ده؟ ببقى حزينه وموجوعه من قدام من جوايا كده. ازاي ابني بيعمل كده ولا بنتي؟ ازاي يبقى ازاي انا رديت على امي الكلام ده؟ ازاي وجعتها؟ ازاي خليتها تبات ليله موجوعه ولا مريضه بسببي؟ ازاي انا ما خدتش بالي؟ الفلوس عمتني يا فتحيه، الفلوس عمتني. فكرت ان انا احورس واخد فلوس كتير ويبقى معايا فلوس، ما فكرتش في امي. دي امي ممكن لما وجعت كده كان ممكن بعد الشر راحت فيها. ازاي انا ما فكرتش في الكلام ده؟ انا هاجي معاكي يا فتحيه، هاجي انا وهاني، انا وسعاد، هنيجي مع بعضينا ونروح نبص على امي واكسب رضاها وصالحها وراضيها، عشان انا عارفه زمانها قلبها مكسور. انا قلبي بينكسر من ولادي، امال امي اللي عملت اكتر مننا وكتير عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله اللي ربنا نور بصيرتكم. وانت يا مرات الابن، وانت مسيرك يا مرات الابن تبقى حما، واللي تعمليه في حماتك هيتردلك. انت لما اتجوزت عباس حكمت عليه انك تعيشي بعيد عن البلد، وهو وافق وساب امه وابوه واخوه وساب الارض وساب كله. ورمضان انا مش بدافع، لا، بس هو اللي كان شايل الارض، وانا كنت معاه وامك وابوكي وكلنا. وعباس كان بياخد حقه كل سنه، اي محصول يطلع من الارض كان بيتقسم على الاربعه، على جوزك وعلى رمضان وعلى هانم وسعاد، والجزء اللي بيتبقى ده بيبقى لينا احنا في الدار، لابوك وامك حماتك يعني وحماك. المفروض انا كنت قاعده في الدار، انت سلفتي، انا اللي كنت شايله الدار كلها. دلوقتي ما حصلش نصيب وربنا مش كاسم لي ان انا اكمل معاه، وطلعت مين يراعي الست اللي في الدار دي؟ انت المفروض تاخدي جوزك وعيالك وتعيشوا معاه. اصل عشان تقولي هي تيجي معانا تعيش معانا في المدن، لا، هي مش واخده على كده. لازم تودوها، لازم تخدميها وتراعيها. اللي هتعمليه في حماتك النهارده بكره هيتردلك. ده غير ان هو عند ربنا كبير انك بتشيلي ست زي دي في سن زي ده. هيجي عليكي سن زي ده، يمكن هي الحاجه وداد بتمشي وبتتحرك وربنا مديها الصحه، يا عالم احنا لما نوصل لسنها هنقدر نمشي ولا لا؟ صح؟ محدش ضامن عمره ولا ضامن الصحه، ده هما دول الحاجتين اللي محدش ضامنهم، لا الصحه ولا العمر. خدي بالك من افعالك عشان هتاخد لفه وراجعالك. انا نصحتكم انتوا الثلاثه، نصحتكم لله، نصيحه من اختكم مش مستفيده حاجه غير ان انا احب اوفق كل حاجه في الحلال، وما احبش الحرام وما احبش الظلم. والحاجه وداد هي عندي في بيتي، اشيلها على راسي العمر كله واخدمها، وعمري ما كل مني، وعمر عمره
عمره ما يفتح بقه بكلمه ويقول لي الحاجه وداد تمشي من هنا، ولا هي متجله علينا، ولا هي ابدا. الغريب حنين عليها وولادها لا. اخس عليكم، اخس. عمر ده غريب مش ابنه، ما بيقولهاش الا يما، وهو طالع وهو جاي ولازم يقعد ياكل معاها ويقعد معاها ويواسيها ويبوس راسها ويبوس ايديها ورجليها، وده غريب. امه بتعمل فيه عمايل سودة وما يقدرش يقول لي دي امي يا فتحي. حماتي دي بتعمل فيه عمايل سودة وما اقدرش. ام جوزي وحماتي وست كبيره. ما احنا لما بنكبر يا ولاد ساعات كده مخنا بيفوت. يعني هم ستات لما كبرت سبحان الله، في واحده بتفضل عاجله وراسيه ربنا يصلح حالها زي الحاجه وداد، وفي زي ام عمر كده ربنا يهديها ويكتب لها الهدايه، معفرتها ومعفرتانا معاها ربنا يهديه. اعمل ايه؟ اموتها ولا امسكها اضربها؟ اعمل في حماتي ايه؟ امسكها اموتها يعني؟ عايزين ايه؟ انا عملت اللي عليا لوجه الله، لله وعشان خاطر كمان الحاجه وداد، لان انا ما احبش اشوف حال مايل وافضل ساكته وحاطه جزمه ببوجي كده وساكته. انا عملت اللي عليا، انا نازله رايحه البلد، اللي عايز يجي معايا يطمن على الحاجه وداد اهلا بيه، واللي مش عايز برضه اهلا بيه. سلام عليكم. ايه البيت ده لا كوبايه عصير ولا حتى كوبايه ميه. الله، فين كرم الضيافه يا ولاد؟ ده انتوا ما تعرفوش حاجه عن كرم الضيافه. ده احنا عندنا في البلد اللي يجي عندنا بنقوم بالواجب وبزياده، نقوم نذبح ونقدم اكل وشاي واكل وعصير ودنيا، واللي موجود في البيت خيرات ربنا. ده انتوا ما تعرفوش حاجه عن الاصول. ده انتوا عايزين تتعلموا من جديد. تعلموا لما يبقى عندكم ضيف لازم ترحبوا بيه وتقوموا بالواجب. الفلوس لسه واكله عقولكم، ربنا يهديكم ويصلح حالكم انتم والسامعين والحاضرين والغائبين. ايه هو الولد تعبك؟ مش عايز ينام ليل ونهار شايلاه كده؟ ما ينفعش كده يا سعاد، ما تعودوهوش على كده. ما بيرضاش ينام غير لما انا اشيله حاجه. بص اني خلاص ما بقتش قادره عليه. اكل لما احطه على الفرشه اشيله ينام اهو زي ما انت شايف كده. ربنا يبارك لنا فيه، اهي حاجه حلوه منك. اصل انت اصيله يا سعاد، بس انا زعلان منك. يوم الولاده انت شتمتيني شتايم، ده انا اول مره اسمع الشتايم دي منك. ده انت محترمه وكويسه تشتميني وتضربيني؟ ده انت ضربتيني بالشلوت يا شيخه، حرام عليكي. كله بقى كوم، وساعة ما ضربت الدكتور بالشلوت بالرجل كده وهم بيخيطولك ضربتيه بالرجل، قعد يزعق ويهلل. الممرضه قالت له جرى ايه يا دكتور؟ هي اول حاله يعني ولا اخر حاله؟ ما احنا متعودين على كده. الله، ما بقتش عارف هي تقصد ايه. ولما طلعت بره بسالها بقول لها يعني ايه انتوا متعودين على كده؟ قالت لي انت ما تعرفش يا حاج، الواحده لما بتيجي تولد بتشتم وتضرب وتتعارك واي حد قدامها. قلت لها ليه يا بنتي بيعملوا كده؟ قالت لي هرمونات الحمل. ساعتها الواحده لما يجي لها طلق الولاده من كتر شده الالم ما بتستحملش اي حد قدامها بتاكله اكل كده. ترى ايه يا شندوين؟ هو انت مش معاشرني وعارفني؟ الله، تزعل مني من لحظه مش بارادتي غصب عني؟ انا ما اعرفش الكلام ده طلع ازاي، انا مش فاكراه ولا فاكره اي حاجه، وانا ما اقولش حاجه زي كده، بس انا مصدقاك اللي انا اقول كده. ما هي لحظه ولاده برضه، اي ست بتيجي تولد بتعمل كده غصب عني. اصل طلق الولاده دي بعيد عنك، الراجل ما يستحملش طلقه واحده بس من طلقات الولاده. عشان كده الام هي اللي بتزعل على ولادها لما ابنها يزعلها، ولا لما يعمل فيها حاجه قلبها بيزعل، كل حته في جسمها بتزعل. ازاي ابني ضنايا اللي شيلته في بطني 9 شهور وتحملت طلق الولاده والم الولاده وحمل 9 شهور، لا عارفه انام على الجنب ده ولا انام الجنب ده، وماشيه في كل حته بشتغل وبعمل كل حاجه وشايلها على بطني كده اهو. طبعا يا شندوين الام هي اللي بتحزن وتزعل. الاب بيزعل بس لا، الام زعلها اضعاف على ولادها. ما هو بيقول لك ايه؟ قلبي على ابني انفطر وقلب ابني عليا حجر. لا اله الا الله، ربنا يبارك لنا فيه. احنا سميناه سعيد عشان يطلع سعيد باذن الله ويسعدنا معاه. ايوه، ما هو من سعيد يعني من جار السعيد يسعد. انت ما سمعتيش بالاخبار الجديده يا سعاد؟ اخبار ايه يا اخويا؟ في حاجه في البلد واحنا مش عارفين؟ اخبار ايه؟ دي البلد كلها شارعين وكلنا هنا عارفين فلان وعلان وراح منين وجه منين. ما تشغلش بالك يا شندويني، خلينا في حالنا، احنا مالنا ومال الناس، طول عمرنا في حالنا. الاخبار الجديده يا سعاد عن لوزه اختك. اسمع يا شندوين، علاقتي بيك احنا عارفينها، ما تدخلش اختي ما بيننا. اختي ربنا يهديها ويصلح حالها. انا ما فيش بايدي حاجه غير ان انا ادعي لها، ما انا مش قادره اسيطر عليها،
ونصحتها كتير وما بتعملش بالنصيحة. ما تعرفش إن آخرة اللي هي ماشية فيه ده هيجي على دماغها في الآخر. لو تعبت ولا مرضت ونامت في الفرشة، مفيش حد من الرجالة اللي هي بتتجوزهم هيقف جنبها ولا يراعيها. بس هي طول عمرها طالعة كده زرع شيطاني، ما بتفكرش غير في نفسها وبس. أهم حاجة عندها الفلوس، عايزة تجمع فلوس، عايزة يبقى عندها بيت، عندها عربية، عندها أراضي، طمعانة في الدنيا. ما تعرفش إن الستر والصحة كنز. اللي عنده الستر والصحة يبقى عنده كنوز الدنيا. ما أنا عايشة معاك وعايشة مداوين، أحلى عيشة. مالها العيشة دي؟ يكفي إن في راجل بس جنبي بيواسيني ويراضيني، ونيجي آخر اليوم ناكل اللقمة، أي لقمة. الله، وإحنا عايشين عشان ناكل؟ إحنا بناكل علشان نعيش يا أخويا. ما تشغلش بالك بيها يا شندوين، سيبنا نربي ابننا ونشوف أرضنا وحاجتنا وبهايمنا، نخلي بالنا من نفسنا. مش هنشغل بالنا بأي حد تاني غير بابننا بس. لا يا سعاد، يا ام سعيد يا غاليه، انا مش قصدي اجرح فيكي ولا في اختك، ربنا يكتب لها الهدايه. بس اختك هتتجوز، الحاج شعبان اللي كان هيتجوز الحاجه وداد، اختك لافت عليه زي ما بتلوف على كل الرجاله، وهيتجوزوا النهارده. ده ما جاتش عزمتك، ده راحت عزمت رمضان، ورمضان كرشها وتعارك معاها وذنوبها بهدلتها. ما جاتش عزمت اختها تعرفها حتى. ما هو الجواز ده اشهار، المفروض اهلها يعرفوا اول ناس. شايفه اختك هتتجوز يعني شعبان ده بيحب بيحب الحاجه وداد وبيموت فيه. ازاي هي لافته؟ ازاي سحبته؟ انا مستغرب. هي شيطانه، الست دي شيطانه. يعني هي عايشه كده اهو تأذي في خلق ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انا خايف جوازتها بالحاج شعبان تكون اكبر مشكله. ربنا يهديها وتبقى آخر جوازة يا شندوين. أنا هعمل إيه؟ يلا، ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. الحاجة وداد، أيوه، الحاجة وداد صعبان علي. ولادها مبهدلينها وسايبينها، مش بيدوروا غير على الورث وبس. أعوذ بالله. قد كده الفلوس بتغير النفوس يا ولاد، حتى الولاد لأهلهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خد، خد يا شندوين، خد سعيد، شيله انت ونيمه شويه. اقوم اعمل لقمه يا اخويا، انا جعانه، بطني بيتصوصو. هو انت فعلا يا شعبان هتتجوز جوزك؟ مش صعبان عليك الحاجه وداد؟ ده كفايه اللي ولادها عاملينه فيها. صعبان عليا. انا نفسي اتجوزها وخليها تبيع الارض وتقسمها على ولادها، تديهم حقهم ويبعدوا عنها، وتيجي تعيش معايا في بيتي، اكتب لها كل املاكي واديها كل حياتي. انا بحبها، بحب الحاجه وداد. مش عارف ازاي النهارده هتجوز لوزة. ايوه لوزة حلوه وصغيره، بس مش من توبك يا شعبان. هتبهدلك وتمرمطك. مالك مدلوق عليها ليه كده؟ ما انت بتموت على الحاجه وداد. دي ست كبيره وعاقله وانا من سني، نتعكز على بعض بقيت عمرنا. البت لوزة دي مش عارف، مش عارف عايزه مني ايه. يستحيل تكون بتحبني، ده انا اكبر منها، اكبر منها بالعمر. ازاي هي موافقه عليا وعماله تحب فيا وتقول لي انا بحبك؟ انا مش مصدق الكلام ده خالص. بس هي خدت فكره وحشه عنك يا شعبان، ان انت راجل مش تمام. ما انت قدمت لها وكنت عايز تتجوزها، والاخر زمانها عرفت ان انا هتجوز الست لوزة، من حقها تتضايق وتكرهني. هي مش هتثق فيا تاني بعد كده. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا ما بقتش عارف افكر. الست دي طمعانه فيا، عماله تقول لي اكتب لي دار واكتب لي فدانين واكتب لي دخل على طمع. ما هي اي واحده صغيره هتتجوز راجل كبير، هتتجوزه ليه؟ عشان جماله؟ ما هو عشان هو في عنده فلوس غني. ايوه. لا، انا مش واثق في الست لوزة دي خالص. شعبولة، أي حبيبي، انت قاعد لوحدك كده بتفكر فيا؟ مش تبعتلي عشان أفكر معاك؟ ده الليلة دخلتنا. ايه، انت مش مبسوط؟ مش مبسوط اللي احنا هنتجوز النهارده؟ انا مبسوطه وسعيده. يا سلام، ده الفلوس اللي انت اديتهالي انا جبت شويه حاجات هيبهروك. امال ايه، مش عروسه؟ اصل مخنوق، لقيت نفسي مخنوق كده، قلت اتمشى حوالين الارض. ما انا قاعد لوحدي في الدار،
وانت في دارك. ايوه انا اتجوز النهارده صحيح. يلا مبروك عليك. مبروك عليا لوحدي يا حبيبي، مبروك علينا احنا الاتنين. احنا الاتنين، امال ايه؟ ده انا هبسيطك واسعدك. بقول لك ايه، انت عملت اللي احنا اتفقنا عليه، كتبت الفدانين، كتبت لي الفدانين وكتبت لي البيت اللي احنا اتفقنا عليه. مش احنا اتفقنا تكتبهم لي قبل الجواز؟ بعدين يا لوزة الموضوع ده ما تتكلمنيش فيه. هو انت هتتجوزيني ولا هتتجوزي املاك؟ وبعدين مش احنا واحد؟ طيب خلاص، هي حاجتي هي حاجتك، وبعدين هنبقوا عايشين مع بعض يا حبيبتي. ايه ده بس يا حبيبي، انت بتغير في كلامك؟ معقولة برضو تبقى راجل كبارة كده وشعرك ابيض وراجل كبير كده ومبسوط وجميل كده وتغير في كلامك؟ الله، هو انت معانا في الارض كلها ولا قلت لك اكتب لي كل املاكك؟ انا بقول لك بس امن لي حياتي عشان عندك ولاد، اكتب لي فدانين واكتب لي البيت البحري. انا ما غيرتش كلامي يا لوزة. انت طلبت مني ان انا اتجوزك وانا وافقت، طلبت مني اجيب لك ذهب وانا وافقت، طلبت ان انا اكتب لك مهر واديكي مهرك، خدتيه ورحت جبت هدومك وجبت الحاجه اللي انت عايزاها. الارض والحاجات دي كلها لا، انا مش هكتبهم لك دلوقتي. انت بتقولي لي افرضي انا حملت وخلفت. طيب لما تبي تخلفي الحاجه ليه ما تبقاش باسمي عشان ولادي كلهم يورثوا؟ ما انا عندي ولد وبنت، انت مش واخده بالك؟ هكتب لك ايه ولا اكتب لك ايه؟ لو موافقه اتجوزيني، وبعد الجواز اما اشوف بكتب لك انا بكيفي وبمزاجي. انا واثقة فيك وعارفة، وانا كمان هبسيطك، هبسيطك واخليك سعيد. انت لوحدك اللي هتكتب لي كل حاجة عشان انا معبى مراتك حبيبتك وام ولادك. طيب روحي انت دلوقتي، سيبيني شويه وانا شويه كده حابه اروح. يلا روحي جهزي نفسك عشان الليله كاتب الكتاب. حاضر يا حبي، حاضر. ده انا مستنيه كاتب الكتاب ومستنيه المأذون. امال ايه، ما انا النهارده عروسه. يلا يا حبيبي، سلام سلام مؤقت كده لحد ما نتقابل بالليل ان شاء الله. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. روحي يا لوزة. مالك يا شعبان؟ مالك؟ ده اي واحد بيتجوز بيبقى سعيد وفرحان. انا عارف ان انت بتحب الحاجه وداد ومش قادر تتجوز واحده غيرها لانك خايف عليها يحصل لها حاجه. امال ايه، انت كده بتكسر قلبي. طب اعمل ايه في البومه دي والحربايه دي؟ دخلت كده على حياتي ازاي مش عارف. بس دي غلاويه، ده انا لو ما اتجوزتهاش هتفضحني في البلد، هتقول عليا كلام كتير ما حصلش. مش عارف اعمل ايه، مش عارف. البيت نور يا قمر. يا بنت بتعالي زوريني على طول يا بنت. ايه، كل سنه مره يا اختي لما تيجي. يا بنتي كل اسبوع حتى كده، وتعالي يوم الجمعه يا بنتي اقعدي مع اختك شويه، ناكل لقمه ونلغي شويه يا بنتي نحكي. انا ماليش غيرك في الدنيا يا حبيبتي. انا جيت لك يا فتحيه من غلبي، مش مصدقه اللي العمده عمله. انت عارفه انا مبسوطه ان هو خلف وفي ولا في البيت اديني بربيه، بس انا خليته يتجوز البنت لوزه، كتب عليها عند المأذون وطلقها برضه في ساعتها، علشان يا اختي الولد لما يكبر نفسيته. ما هو مش هينفع اكتب اسمي انا يا اختي انني ام، لا ده حرام. لما يكبر برضه يعرف ان هي ام اهي اتجوزت العمده واتطلقت منه، احسن ما يفتكر حاجه تانية. انا خوفي على الولد يا بت، حتى لو ما كانش ابني بس اديني انا بربيه. البت لوزه دي مش كويسه، ضحكت على العمده ولفت حواليه، مش عارفه ازاي وجع، عمره ما عملها ولا يكلم ستات ولا ليه في المواضيع دي. مش عارفه وجع معاها ازاي، ما هي شيطانه. اللي انت ما تعرفهوش يا قمر ان لوزه دي شيطانه، لو حطت حد في دماغها سواء راجل او ست مش هتسيبه غير لما تاخد اللي هي عايزاه. احمد ربنا انها جت لحد كده وانت عاقل. ما تخربيش بيتك، ما تفتشيش ورا جوزك، ما تفتكريش حاجه هو عملها، ما اللي حصل حصل. تخربي بيتك وتتطلقي وتمشي وتتبهدلي في الشوارع. اسكتي، انت عايشه في عز، ما تخربيش على نفسك. هو غلط خلاص، ما تقعديش تفكريه ولا تقولي له اللي حصل. انت عملت وانت عملت وانت عملت. على فكره كتر الكلام في الموضوع دي هتزهقيه، هتخليه يطلقك ويروح يتجوز واحده غيرك. بس انت لما تقولي له انت عملت وعملت وانا انت مش بتعتبي عليه، ده انت بتجري فيه، بيتضايق منك. لا يا حبيبتي، اللي حصل حصل، الحمد لله انها جت لحد كده وهو جالك ولد ربنا رضاكي بيه. ديك انت اللي بتربيه، والام اللي بتربي يا بنت، الام اللي بتربي مش اللي بتخلف. ربنا يبارك لك فيه ويطلع حنين عليك ويراعيك يا رب. حماتي، تعالي يا حماتي كولي، دي حماتك بتحبك، فضلة خيرك اقعدي. ده انا عامله الرز ده في الفرن، الله والريحه وجميله وعامله دمي. تعالي كولي معانا. كاتك حموة على قلبك، سبحان الله، ما بتنزليليش من زور.
وانت يا اختي فاتحاها تكيه، فاتحه الدار تكيه للي غريب والجريب. ايه فاتحاها كده اقول اي حد؟ كل ده يا اختي خريب نيجي، عماله تعزمي على كيفك ومزاجك. يوه اهدي، ليه يا اختي كده؟ ده المبذرين اخوات الشياطين. ليه يا اختي بتعملي الاكل ده كله؟ والمين يعني؟ الله، اختك جايه، ما اختك عندها عز، دي مرات العمده. مالها الست دي؟ مالها الست دي يا فتحيه؟ مالها زعجه كده ليه يا اختي؟ يوه، هو انت يا اختي قتلت لها قتيل؟ الست دي مالها بتكرهك كده؟ وانت ازاي تسكتي كده؟ ازاي تسكتي على كلامها دي؟ ايه يا فتحيه؟ ما تردي يا فتحيه عليه، انت ساكته ليه؟ مالهاش يا جماعه، دي حماتي اصلها بتحب تهزر كده، كل ما تلاقي عندي ضيوف تهزر. هي يا بنتي بتهزر يا بنتي، مش قصدها حاجه. كلي يا بنتي، كلي، كلي خلينا ناكل لنا لقمه. كلي يا حبيبتي، اقعدي يا حماتي كلي لقمه معانا. اقعدي، اقعدي يا حبيبتي، الدار كلها نورت بيكي. اقعدي لما اغرف لك، يلا هاتي صحن اما احط لك. اقعدي كلي يا حبيبتي، ده انت نورت الدار كلها يا ام عمر يا غاليه. يعني هو انا مش طايقاكي انت يا اللي اسمك فتحيه تقومي تجيبي لي اختك هي كمان؟ ايه وازاي تسيبيها ترد عليا الرد ده؟ ايه دي قليلة الادب، ما تربيتش. ازاي تبقى مرات العمده وترد عليا انا كده؟ دي قاعده في بيتي، ده بيت ابني يبقى بيتي، تقعد في بيتنا وتغلط فيني؟ ازاي الكلام ده؟ عيب يا حماتي الكلام اللي انت بتقوليه ده، عيب. ده بيتنا كلنا، واحنا عندنا ضيوف، واحنا ما تعودناش على كده. والضيفه دي تبقى اختي، يعني تيجي تشرفني في اي وقت، تاكل وتشرب وتبات عندي كمان. دي اختي، يعني اختك لو جاتلك يعني يا حماتي هتطرديها ولا هتقبلي حد يتعامل معاها وحش برضه؟ اقعدي يا حماتي وخلي اليوم ده يعدي. اقعدي. يعني مقعده هبه عندك في الدار، والحاجه وداد رخرة جبتيها امبارح، واختك النهارده، هو البيت بقى ملجأ يا ولاد؟ يا نهار ابوكم اسود يا ولاد الكلب. اهدي اهدي، معقول ايه البيت كده اهو؟ لا، انا مش هسكت على المهزله دي. شقى ابني وتعب وريح على الناس الغريبه. ازاي الكلام ده وانت مقويه هبه عليا؟ مقوياها ومقعداها عندك هنا او عشان ما تخدمنيش؟ ترى ايه يا حماتي؟ ايوه مقعده هبه عندي، وهي هبه كانت خدامه؟ هو انت جايباها خدامه ولا جوزك اتجوزها عشان تخدمك؟ دي مش خدامه، ده بنت ناس. ايوه تقعد معايا، ما تخدميش نفسك ليه؟ دي ضرتك تخدمك؟ ازاي الكلام ده؟ مرات ابنك ايوه تخدمك، لكن ازاي دي تبقى ضرتك؟ ها؟ وعايزاها تخدمك وتمرمطيها؟ مالكيش دعوه بهبه خالص، خليكي في نفسك انت وبس. وبعدين انت جايه هنا بيتي، ده بيتي انا، وانا بعاملك حلو عشان انت ست كبيره، ومهما كان انت حماتي وام عمر برضه. بس ما يصحش يكون عندي ضيوف، والضيوف دي مين؟ دي اختي، حته من لحمي ودمي. ده انا اطلعها من بوجي كده واديها لها، وبعدين هي يعني شحاته؟ ولا هي مش لاقيه اكل؟ ولا هي بيتها في الشوارع؟ ده عندها بيتها وعندها عزها واكلها وشربها. لكن انا بضيف اختي عشان ناكل لقمه سوا، علشان اختي وحشاني. ايه؟ ولا انت ما تعرفيش صله الرحم؟ ها؟ العيب على ابني عمر، هو اللي خلاك تتنططي. كنت شحاته ما حلتكيش حاجه، وبقيت عندك كل حاجه، بقيتي تتنططي وتتفردي. ما هو لو كان بيضربك وبيشكمك ويعرفك ان اني امه، ها، ما كنتيش اتمرعت كده. ما انت ممروعه عشان ابني، ابني هو اللي عامل فيا كده. امال ايه؟ ايوه يا اختي، اكلي يا اختي زي ما انت عايزه، ما البيت بيت ابونا والغرب يكرشونا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دايما بختك زفت، بختك زفت يا فتحيه. بقى معقوله في حما بالطريقه دي؟ دي الحاجه وده تتحط على الجرح يطيب. صحيح مش كل الستات ومش كل الحموات. ايه ده؟ معقوله؟ طب ما احنا مسيرنا يا ولاد نبقوا برضه حما. معقوله انا اعمل زي الوليه دي؟ دي قرشانه يا اختي، قرشان. سبحان من مصبرك عليها يا فتحيه. والله لو كنت انت حماتي انا ما كنت سكتلك ابدا. انا مش عارفه فتحيه ساكته ليه. اني ما عنديش خلق زي فتحيه. يوم ما هتغلط فيا حماتي ولا تعمل فيا حاجه انا ما كنت سبتها، بس الحمد لله ما عنديش. لا يا جمر، كله يهون علشان خاطر عيون عمر جوزي، اللي عمره ما اساء لي بغلطه وشايلني شيل من على الارض. ربنا يحميهولي ويبارك لي فيه. ما هو بيقول لك ايه في مثل كده، ها؟ اللي يقول لمراته عوره الناس تلعب بها الكوره. والحمد لله جوزي عمره ما عفيه، دايما صايني. لكن حماتي هي اللي مبهدلاني. تكرم علشان خاطر عيون عمر، وتكرم كمان علشان هي ست كبيره، ومهما كان في مقام امي انا برضو مهما كان مش هوصل لها، ومش هعمل نفس اللي هي بتعمل له ابدا. كتكم الهم عيله خلل. الله يسامحك يا حماتي. ارساني البت دي عامله نفسها شيخه، عامله نفسها يعني الخضره الشريفه اللي هي اللي راحت ولا جت واحنا اللي وحشين. ايوه ما هي بتعمل كده علشان تشيلني يعني سيئات وتاخد هي حسنات. خبيثه خبث السنين. هتستني يا حماتي يا جميل؟ كل لقمه معانا عشان يبقى عيش وملح. اقعدي. طب احط لك صح معلقتين كده
جربي العيش والملح مع الناس اللي قريبين منك. عايزة ناكل عيش وملح معاكي يا بومي؟ هو انت هتصونيه؟ ده انت قليلة الاصل انت وعيلتك كلها. ايه ده؟ مالك يا بنت يا هبه؟ يوه، انت بتعيطي يا بنت؟ الولية العقربة دي يا بنت يا فتحية، أنا مش عارفة عايزة مني إيه، جاية ورايا لحد هنا، عايزاني أخدمها، أنا ما بقتش قادرة. أخدمها ليه؟ ها؟ إن شاء الله اللي أخدمها عدمها. أخدمها؟ إزاي الكلام ده يا فتحية؟ تخدمي مين يا حبيبتي؟ لا، انا فاهماكي يا هبه. لا، انت شاطره وبتعملي كل حاجه. ما انت هنا اهو، ايدك معايا برضه في كل حاجه. بقول لك اقعدي يا بنتي برضه بتقومي تنضفي. انت مش عايزه تعملي لها حاجه عشان هي وليه شريره. انا معاكي، بس هتعملي ايه؟ نصيبك جه كده يا هبه. انا مش عارفه اعمل معاكي ايه. انت اللي اتجوزتي ورميتي نفسك الجوازه دي. انت عيله صغيره، ازاي تدفيني نفسك مع راجل اكبر منك؟ انت غلطتي يا هبه، وانا مش هصلح الغلط بغلط. مش هخليكي تتطلقي لان اتحسبك عليكي جوازه يا حبيبتي. الحمد لله. حافظي على الحمل اللي في بطنك. عمر جابك هنا عشان خايف عليكي. خايف عليكي وانا كمان خايفه عليكي لحد جوزك ما يرجع. هو مش عارف ياخد قرار مع الست دي رغم ان هو رمى عليها اليمين الطلاق بالثلاثه وهي لازقه بغيره، وعمر مش قادر يتصرف معاها. امه. تعرفي يا فتحية، الولية دي مرعبة، أنا بخاف منها، دي بتخوفني. أنا مش عايزة أتعارك معاها مهما كان، أنا بحسها إنها ست شريرة. حتى لو أنا اتعاركت معاها وخدت حقي برضه بحسها كده من جواها غلوية، عايزة تنتقم من أي حد. لا، ده أنا لما سمعت صوتها قلبي اترعب وخفت أخرج. كان نفسي أقعد أكل معاكي أنت وأختك، بس لما سمعت صوتها اتكهربت واتسمرت مكاني، ما قدرتش أمشي. من ناحيه هي مرعبه، فهي مرعبه ومرعبه. ست تحسها حقوده وغلويه. الانتقام في عينيها باين. انا ساكته يا بت عشان خاطر جوزي ما يزعلش مني. عمر، هعمل ايه؟ تعرف مع عمه امسك اضربها؟ الله، لا، ما هي دي حماتي وامي جوزي، ما ينفعش امد ايدي عليه. انا برد ايدي عليه لكن ما ينفعش اشد جامد. انا بشد وبرخي، كل ده عشان خاطر عمر، وما ينفعش لما عمر يجي اشتكي له. لا. ربنا يسعدك يا فتحية مع عمر. عمر راجل محترم وكويس وبيحافظ عليك انت والولاد، حتى بيحافظ عليا انا كمان. يعني انا كنت شغالة معاه في الشركة، لا قريبته ولا غيره، بيحافظ عليا. اكتر واحد زعل لما انا اتجوزت ابوه. الحمد لله انها جات لحد كده. يا رب يا هبه، ويسعدك انت كمان يا حبيبتي. البيت ده بيتك، البيت ده بيتك يا حبيبتي، وانا اختك وعمر اخوكي. اقعدي نوري البيت كله، كلي اللي انت عايزاه واشربي وبرطعي واعملي اللي انت عايزاه يا حبيبه اختك. تعرفي يا بنتي لما شفتكم على السرير قلبي وقف يا بت، اتخضيت. مش عشان حاجه، لا، قلت معقوله هبه صاحبتي وحبيبتي ومين وجوزي. حسيت بصدمه. بس فعلا بلاش نحكم على المظاهر. المظاهر خداعه. ممكن نحكم مجرد ما شفنا مظهر او شفنا حد ونظلمه نحكم عليه بالظلم. بلاش نشوف حد نقول يا لهوي ده شكله مجرم، ولا نشوف حد تاني ونقول عليه ده وحش ولا سيء. لا، الدنيا بتعلمنا ما نحكمش على حد من قبل ما نعاشروه. أصيلة يا بنتي يا هبة، أصيلة من يومك.